ازيكم يا جماعه؟ اتمنى تكونوا بخير. بص، هو الفيديو ده ما كانش متحضر له خالص خالص، ولكن انا كنت ببص في النوت بوكس بتاعتي وكده بدور فيها كده، فلقيت نفسي كاتب كام حاجه كده يستاهلوا ان انا اتكلم فيهم، يعني كام بوينت كده سهله بس ساعدتني ان انا ابقى احسن، ساعدتني ان انا اكون الفيرجن الافضل مني. فحابب ان انا اقولها لكم او اشاركها معاكم. خليني احكي لكم حاجه. مرة كنت شغال في شركة من شركات الكونتاكت سنتر المعروفة يعني، فأنا رايح الشيفت اللي هو قبل الأوفر نايت بشوية. كان التيم ليدر قاعدة ورايا، فالتيم ليدر دي بتكلم واحد من التيم بتاعها يعني، فهو بيسألها ليه ما خدش يعني ترقية معينة أو حاجة كده. المهم ردت عليه بأسلوب حاد جدا جدا وردت عليه قالت له لو عايز حاجة ابعت لي ميل وبتاع. كان فيه نوع من أنواع الإهانة والاتيتيود يعني. فالولد خد الكلام وخلاص، وانا ما شغلتش نفسي بعدها. فالمهم لقيت الولد ده الساعة مثلا 11 او 12 بالليل نازل انا قدام البيلدينج كده، يعني اقف كده شوية، فلقيت الولد قاعد في جنب وبيعيط. فانا فاكر الموقف ده جدا. فانا يعني غصب عني رحت سألته يعني انت بتعيط ليه وبتاع مش عارف ايه. اكتشفت ان هو مش عارف يتعامل مع التيم بتاعه، او هو التيم عنده فيدباك معين عنه ومش عارف يتغير. هاويفر ان الواد ارقامه كويسه وكل حاجه تساعده ان هو يترقى. فانا حاولت اهديه وسمعته في الوقت ده وايه، وحاولت اقول له ان فعلا لو انت ما خدتش الابريشيشن في المكان ده هتلاقي في مكان تاني، وهتلاقي مكان تاني يقدرك وانت شاطر وبتاع. وقعدت اقول له كلام بحيث ان انا اهون بس الموقف. اكتشفت ان الولد ده بعد شويه راح شركه تانية، والشركه اللي انا كنت فيها قفلت، وراح شركه تانية وترقى وبقى سوبرفايزر، والدنيا بقت معاه احسن. ولقيته حتى بعت لي مسج عن اليوم ده. يعني فكره او اللي فكرني في الموقف ده في ايه؟ فكره انك تستثمر في الناس. ده اول حاجه انا كاتبها في النوت بوك بتاعتي. فكره ان انت تسمع لحد عنده مشكله، فانت ممكن لما تقول له مثلا كلنا عندنا مشاكل او تتفه من المشكله ايا كانت، فانت ممكن تخلق شخص بائس بدون ما تدرى. وممكن بكلمه واحده الموقف ده يبقى بسيط جدا. انا شايف من وجهه نظري انت ممكن يومك 24 ساعه ما فيهاش مشكله خالص لو خليت 5 دقايق او 10 دقايق للناس. انت عارف ان العشر دقايق دول للناس مش بتوعك. فكرة انك تستثمر في الناس او في التعامل بتاعك مع الناس هي فكرة مربحة جدا جدا. حاول تحط الناس في جدول اعمالك. يعني انا ممكن اسمع لحد، ممكن اتكلم مع حد واحاول ابريك ذا ايس بيني وبينه، بحيث ان انا ممكن اهون عليه حاجة. فكرة ان انا مش عايش لوحدي. فكره ان انت تبقى اناني وان انت تاخد كل حاجه وخلاص، لا، هي الناس مش عبيد عندك، ولكن انت عايشين في الحياه في شراكه مع بعض. فما فيش حد له افضليه عن التاني. فاهمين قصدي؟ انت بتستثمر في ناس كتير، واستثمر كمان في ازماتك، واستثمر كمان في الوقت اللي انت بتمر فيه بازمه. هتعرف مين الصاحب القريب ليك، مين الشخص اللي انت ممكن تكلمه في اي وقت وتحكي له ومش هيبقى جادجمنتال ومش هيبقى اي حاجه. الولد ده هي كانت مشكلته ان التيم ليدر بتاعته كانت جادجمنتال. هي كانت بتسمع من الناس عنه، هي كانت وكونت فيدباك عنه. هو الولد نفسه عارف انه ما عندوش سوشيال انتليجنس، هو ما بيعرفش يتعامل مع الناس. فيه ناس كتير هم كويسين وهم غصب عنهم ما تعاملوش مع ناس كتير قوي، فمش عارفين ان في تنوع كبير في الشخصيات. وانا اعرف ناس كتير كده، في ناس كتير عارفة هم مش بيعرفوا يتعاملوا مع الناس. يعني ممكن هو كويس وشخص كويس واسلوبه كويس، او هو مش عارف يتعامل مع ناس كتير حواليه. وانا مريت بده. فبتلاقي مثلا ممكن اسلوبه حاد بالنسبه للناس، او شخصيته الناس مش قابلاها لان هم مش متعودين على النوع ده من الناس. فهو دي كانت مشكلته. فبالتالي التيم ليدر بتاعته كانت جادجمنتال وسمعت من الناس وما حاولتش بس تفهمه ازاي يتعامل مع الناس. رقم 2 هي فكرة راحة البال. طيب مؤخرا انا قعدت مع نفسي قلت يعني انا بحب الحاجات اللي انا بفكر فيها اكتبها على ورق بحيث الموضوع يبقى واضح قدامي اكتر. سألت نفسي ليه انا مش مرتاح البال؟ هل راحة البال دي لها اسس مثلا؟ طيب هل اساسها فلوس؟ يعني انا لو بقى معايا فلوس هبقى مرتاح البال؟ لا خالص، لا خالص. هتريح جانب عندي بس مش هبقى مرتاح البال.
هل لو انا معايا قوه وسلطه هل هبقى مرتاح البال؟ مستحيل. ليه؟ لاسباب كتير. ممكن ابقى خايف ان السلطه دي ما تبقاش موجوده بعد كده، ممكن ابقى خايف من الناس اللي عندها سلطه اكتر مني، فلها جوانب كتير برضو. هل الملوك او الامراء او الناس اللي هم عندهم بوزيشنز كبيره وكده، هل الناس دي مرتاحه طول الوقت؟ هل الناس دي مرتاحه البال؟ لا. راحه البال او انك تبقى عندك او تبقى مرتاح هو شيء نابع منك انت. يعني مفيش شخص يقدر يتدخل في النقطه دي، او مفيش شيء معين تقدر لما تمتلكه يبقى انت مرتاح البال. مفيش. يعني حاول تبقى عارف نهاية كل حاجة. يعني ايه؟ الشغل نهايته انا همشي واسيبه. يوم ما احس ان الشغل خلاص بقى هو محور المشكلة في حياتي همشي واسيبه. هستحمل 2-3 وادور على شغل بس هيأكلني ويشربني، بس هبقى مرتاح خلاص، شلت ضغط كبير. لما هاجي اقارنه بالمبلغ اللي انا باخده من الشغل هختار نفسي الاول. حط نفسك الاولوية كده. يعني مثلا الشغل ده اي شغل فيه ضغط، انا متفهم ده، ولكن في طريقة معينة لو هي زادت عن الحد بيبقى هي لا، الأذى النفسي الناتج عنها مش هتقدر تقيمه، وهيبقى الأمراض اللي جاية بعد كده انت مش هتقدر تعمل فيها حاجة. تأكد تماما ان اي مشكلة هي مجرد وقت من حياتك. يعني المشكلة دي اي مشكلة اختار اي مشكلة في الدنيا، مستحيل هتلاقي المشكلة حلها يتعدى الايام. فاهمين؟ يعني لو مشكلة اللي هو مشاكل عادية، مشكلة مع شخص في الشغل، مشكلة مش عارف في الطريق، مشكلة مش عارف فين، ايام. لو مشكلة ملهاش حل هتبقى 1-2 وهتلاقي اللي بعد كده هو تبعاتها، لكن مش هي المشكلة اللي هتفضل مكملة. وهتبتدي ان انت تتعامل معاها عادي، لان ده مجرد وقت. الفكرة هي عدم الخوف. عشان تنجح في اي حاجة لازم ما تخافش. سواء في شغل ما تخافش ان انت تخسره، لان انت وقت ان انت خايف ان انت تخسره هتلاقي حاجات، وهتلاقي انت تركيزك دايما قليل. ما عادي ما اخسره، يبقى مش رزقي، ربنا مش كاتب لي رزق في المكان ده، انا باخد بالاسباب بس مش اكتر. تاكد ان اي نجاح انت هتاخده هو فيه جزء كبير من الشجاعه. بص على اي نجاح انت عملته في حياتك هتلاقي فيه جزء كبير من الشجاعه. رقم 3 أو 4 مش عارف، مؤخرا كمان قعدت مع نفسي وقلت كم مره انا قلت ان الدنيا انتهت، او ان ده اخر حاجه كان نفسي فيها وما حصلتش. كم مره مثلا انت خسرت حد عزيز عليك، كم مره قلت انا الفلوس اللي خسرتها دي مش هعرف اعوضها، مثلا كم مره قلت البنت دي خلاص راحت، انا خلاص مش هعرف احب تاني. الشغل ده اللي انت خسرته قلت انا طالما خسرت الشغل ده مش هعرف الاقي شغل زيه تاني. كم مره قلت كده؟ في لحظات كتير هي مجرد لحظات احباط. تأكد تماما انك انت هتحب تاني، وانك انت هتجيلك فلوس تانية، وانك الحاجة اللي انت يعني خسرتها هو ما كانش وقتها تماما. هو ما كانش وقتها. انا هحكي لكم على حاجة. انا مرة كنت ماشي انا وواحد صاحبي في شارع محي الدين ابو العز، فهو هيتفرج على الفيديو ده وهيفتكر الكلام اللي انا قلته له. فكنت ماشي فلقيت بنك معين كده، فهو المكان اللي انا شغال فيه. فقلت له انت عارف انا نفسي اشتغل في البنك ده. مرت 1 و8 شهور. والله انا فاكر ان انا وانا ماشي قلت يا رب انا عايز اشتغل في البنك ده، ان انا شغال في نفس البنك بالاسم، يعني مش بنك تاني، هو نفس البنك بالاسم. هو مجرد وقت، هو ربنا شايل لك الحاجة دي لوقت معين مش اكتر. اتأكد ان اي خسارة حصلت هي افضل شيء حصل في الوقت ده. الوقت اللي الحاجة اللي انت عايزها جات لك فيه هو ده افضل وقت مناسب لها مش اكتر. رقم 4 هو انا واحد من الناس كنت كاتب في النوت بوك دي ان انا كنت بزعل جدا جدا لما شخص يمشي من حياتي، او ان شخص انا كنت متعود عليه جدا يمشي. وبسأل نفسي انا فعلا شخص سيء، وبقول هو ليه الناس دي بتمشي؟ هل انا شخص استاهل السوء ده؟ هل انا شخص وحش للدرجة دي؟ هل انا شخص ما استاهل ان انا ابقى لوحدي طول الوقت؟ وبفضل الوم نفسي وابقى صعب جدا وبجلد في ذاتي كتير جدا. لكن بعد كده حاولت اتعامل ان ده شيء طبيعي، الناس هتدخل حياتك وناس هتخرج منها وناس هتسلم بعض، دي طبيعة الحياة. لكن افرح بالناس الموجودة والناس اللي اختارت بإرادتها انهم يكملوا في العالم بتاعك.
انهم يبقوا موجودين حتى لو قلة قليلة يعني. فهم اللي اختاروا بارادتهم ان هم يبقوا موجودين بدون ما انت تعمل افرت عشان الناس دي تبقى موجودة. ليه؟ هل الحياة مستاهلة ان انت افضل اعمل افرت بقى وبتاع؟ لا، خليك انت حاسس عادي لو محدش موجود عادي برضو. فما تقسوش جدا على نفسك عشان كده. واسأل نفسك سؤال بسيط، الناس اللي مشيت، تخيل اي حد هيمشي من حياتك، اسأل نفسك الشخص ده اللي مشي ده بعد سنة هل هيكون له تأثير على حياتك؟ لا خالص، مستحيل. اي شخص هيمشي مش هيكون له تأثير على حياتك بعد سنة، بالعكس هو هيبقى لما هتبص له بعد سنة هتحس ان هو شخص عادي يعني، مش هو نفس الشخص. حتى لو جيت تكلمه بعد كده هتحس ان انت ما تعرفوش. فما تقصوش، اسأل نفسك ببساطة الشخص ده لو مشي بعد سنة رجع هيكون له مكان بالشكل ده؟ لا خالص. حاول ما تشغلش نفسك باستبقاء الناس، لان هم اللي خسروك. انت عندك حاجات تستاهل ان الناس تبقى موجودة عليها. هو انا حاسس ان انا بقول للناس بقى، عارف انت الناس اللي بتقول لك عافر وكمل ومش عارف ايه، انا مش الشخص ده والله. انا بحاول اقول لكم حاجات انا اتعلمتها او انا كاتبها في مذكراتي او انا بحاول اعلمها لنفسي، يعني بقولها لنفسي قبل ما بقولها لكم. انا في اوقات كتير برجع اشوف فيديو انا قلته للناس وببقى محتاج الكلام ده، فاعتبروا ان انا بقول الكلام ده لنفسي قبلكم. اخر حاجه هقولها لكم وانا بحاول ادرب نفسي عليها، بس انا عايز اشرب ميه. الفيديو ده جه فجأة كده بس انا حاسس انه كويس وانا بقول كلام حلو. المهم، اخر حاجه اتعلمتها وانا بحاول ادرب نفسي عليها هي لما تدخل نقاش مع حد، حاول تحطه لو برسنتج قليله او نسبه قليله ان الشخص ده ممكن يكون صح. انا واحد من الناس ما كنتش بقتنع غير برايي، لان انا والله شايف ان انا بيبقى عندي المعلومات الكافيه ان انا اقدر اتحكم في الموقف، او ان انا اقدر اتكلم بناء على اسس معينه انا ببقى حاططها برضه. ده كان حاجه غلط جدا. يعني حاولت ابص لمعتقدات الناس ومخاوفهم ومبادئهم على انها بتاعت انا. حاولت احط نفسي مكان مخاوف الشخص ده خايف من 1 2 3 4. يعني ممكن الحاجه دي تبقى زي ما مش بتنيمك طول الليل، هي ممكن ما تنيموش برضه. ممكن جلد الذات اللي انت بتعمله ده ممكن يبقى عنده برضه. فحاول تسمعه وتحط. انا انا بقول لك ما تعاديش الناس عشان هم مختلفين عنك في وجهة النظر. فاي مشكلة في الدنيا لها وجوه كتير، فلكن الحل بتاع المشكلة هو مش حكر عندك. فحاول تاخد الامور من منطلق ان هو عنده وجهة نظر وانا كمان عندي وجهة نظر، ونحاول نشوف حل. مش كل المشاكل مش ملهاش حل. في مشاكل انت شايف ان هي حلها من وجهة نظرك، انت حر، بس ما تعاديش الناس عشان دي وجهة نظرك. وحط ان ممكن يبقى في نسبة من الصح عند الناس. بكده تكون الحلقة كده كانت خفيفة اتمنى يعني. وانا بصراحة يعني بقالي شوية ما صورتش، فقلت انا بفتح النوت بوك بتاعتي بالصدفة، قلت ان انا اقول لكم الكلام ده. ويعني اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي انتوا استثمرتوا في نفسكم ازاي، وتقولوا لي ايه الحاجات اللي انتوا بتعملوها عشان تبقوا الحاجة الاحسن او الفيرجن الاحسن منكم. واشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.